علاج الادمان من المشاكل الكبيره نسبيا، وكتير من الناس اما انه بيكون سلبي ويتجاهلها ويبقى عارف ان ابنه او ابن حد من اولاد اخواته بيتعاطى احد انواع المخدرات ويقول ان شاء الله ربنا يهديه، وده في نظري سلبيه، او انه يكون يائس ويقول هو الادمان ملوش علاج، وبرضه ده يعتبر يأس. الحقيقه بقى ان الادمان له علاج، والحقيقه برضه ان مهما كان عدد مرات الانتكاس ومهما كان عدد انواع المخدر اللي ممكن يكون ادمنها هذا المريض، في علاج وعلاج متخصص. الحقيقه في عيادات الطب النفسي في كيور كلينكس مدينه نصر بنوفر نموذج علاجي مش متوافر كتير لا في مصر ولا في الشرق الاوسط، ان احنا بنوفر خدمه طبيه متكامله لعلاج الادمان. احنا بنستقبل الحالات في العياده الخارجيه وبنكشف عليها ونفحصها فحص جيد، وبعد ما نتعرف على اوجه الشخصيه، اسباب الادمان، اسباب الانتكاس، بنقدر نقدم له احسن نصيحه اللي ممكن تكون محتاجه حجز في مكان علاجي ومستشفى والخضوع لبرنامج تاهيلي معين، وفي نسبه كبيره جدا من الحالات بتتابع في العياده الخارجيه، وبيتم توفير مركز رعايه نهاري ليهم علشان نقدر نتابع تحسنهم ونضمن عدم انتكاسهم. في عيادات الطب النفسي في عيادات كيور كلينكس مدينه نصر احنا بنقدم خدمه طبيه متكامله. زورونا وهتلاقوا الخدمه اللي انتم محتاجينها.